السلام عليكم. اليوم يا اخوان جاي بقول لكم حاجه، يعني هي مي بقصه يعني، ولا حد يطلب مني قصه الظهر، يعني مهما بلغ فيك الروقان يا ابوي ما يوصل انك تطلب قصه الظهر هذه مره. اليوم يا اخوان عندنا عمل خير يعني، وانا بلاش استخدم المود الحزين، لان الحمد لله يعني في بعض الناس اذا شفتهم تزداد زهد في الدنيا هذه، فتدرين الدنيا ما فيها خير وتروح تتبرع، يعني الحمد لله رزقني الله. بداية يعني أنت تدري إنك إذا أسلم واحد على يدك فأنت في نعمة عظيمة، يعني كل أعمال في الدنيا هذه إن شاء الله في ميزان حسناتك، ما ينقص من أجر شيء، صلاته قرآنه ذريته إذا جو مسلمين كلهم عندك. وكل يبون ندور الاجر العظيم ده، يعني حتى انا مره كنت احاول في السواق حق عمي انه يسلم، فوافق بس قال صلاه الفجر والله ماني بصلي اربع بس. قلت كاسرنا يا اخوي، لا خمس. اتعبنا في البدايات بس يعني هداه الله تالي، ومع الوقت اسلم الحمد لله. مع ولد عمي يقول اني هادي الاسلام، ولد عمي اصلا ما يصلي، فاسلم من نفسه لان فطره طيب. احنا مرات للاسف ينقصنا الفقه في الدين، يعني الفقه في الدين مطلب، يعني عشان تقنع واحد في الاسلام لازم تكون ملم بكل التفاصيل. يعني احنا مره قد سالنا دكتور ملحد في الجامعه، قال بسالكم سؤال، دكتورنا بريطاني هذا، قال انا قد سالت واحد مسلم وقال لي انك تتصدق بقليل دائم خير من كثير منقطع، هي ماخوذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. قلنا طيب كويس، قال ليه ما اعطي مبلغ كبير وخلاص، ليه اعطيه قليل متصل؟ جاوبوا. ولد افتح عيال جاوبوا يا عيال، قال نقوم نضربه، قلت لا يا اخوي جاوبوا لا تضربوا. ويقوم واحد من العيال كان جالس في الزاويه قال انا بجاوب. خوينا هذا تعرفون اللي يقول منغمس في المعاصي، لا قال انا بجاوب، انا ضبطكم يا عيال. قال الدكتور تفضل. قال الحكمة منها يا دكتور أن الصدقة تكون عندنا عادة، شيء متعودين عليه، مو بنعطي مرة وننسى ونغفل عن الصدقة. والدكتور قام يصفق. وحنا نقوم كل بونا نجي نسلم، خشمك يذيبان، خشمك بيض وجهك، شد بالله انك الحزام. قال ما عليكم من ربع عليكم، بغيتوا شيء بس علموني قبلها، اموركم طيبة بس علموني. كل بونا عندنا فطرة الخير وفطرة الإسلام إن شاء الله مهما اسرفنا في المعاصي، وكلنا ودنا ننشر ديننا العظيم ذا. مرات إذا شق عليك يعني أنت مو تقدر تعين الناس إنهم ينشرونه. ايش رايكم، تبون قصة الحين ولا ما تبون قصة؟ شوف ترى من باب بس البروتوكول اني اسالكم، ولا ترى مبيت النيه اني بقول القصه، والله الله عقب شر قايلها. وقت الدوله الامويه كان في ثلاثه شعار، ثلاثه هم الدواهي، هم اللي عليهم العلم، هم اللي بينهم مداحم، جرير والفرزدق والاخطل. كان الشر صد بين جرير والفرزدق يا ولد، هذا يعطي منه وذا ما يعطي منه، والناس مستانسه، الناس متشبعه شعر يا ولد، قصايدهم سم مهب، الامور ماشيه يعني، سكينهم في لحمهم، حربهم بينهم وهجاهم بينهم مشاكلهم بينهم، لين دخل واحد مقرود قال له الراعي النمري. الراعي النمري هذا والله انه طيب اجودي، مسيرين على ولد عمه اسمه عراد النمري، مسيرين عليه ومتقهوين عنده والامور طيبه. الراعي النمري هذا شاعر مو بسيط، من دواهي شعار مضر يعني، مو بسهل، ويسولف على ولد عمه ويتقهوى عنده وسوالف وها. ولد عمه رفيد زل الفرزدق، مير ما يسمع في الفرزدق مره، اسمه عراد النمري. قال لي يا ابو جندل، الراعي النمري ينادونه ابو جندل، ابو جندل بطلبك طلب. ابو جندل ابك انت ما تطلب، انت تامر، وش تبي؟ قال اباك تفزع للفرزدق على جرير، نبي نحشر جرير. قال الراعي يا ولد هذا جرير تستهبل انت. قال مطلوب يا ابو جندل، تكفى يا ابو جندل. قال يا ولد فكنا من النار الحاميه، يا ولد انا ايش دخلني بين المصايب ذولي انت صاحي. قال لي ابو جندل ما طلبتك، نفخ راس ابو جندل. قال يا ولد انت مصيبه مصايب، انت شاعر كل نهابك، يا ولد فزعتك لفرزدق بتفرق فرق قوي. قال ابو جندل اجل والله ابشر يا ولد. شاشه ابو جندل من القراده استانس. قال جل اسمع يا صاحبي يدنا الاصيل فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. قال البيت بس هو قال عاد يخبمه، خشمك يا ديبان، والبيت ينتشر ان الراعي النمري ابو جندل فزع على الفرزدق. سنع جرير الخبر، يوم اصبح الصبح طال عمرك وجرير يروح للسوق يلقى ابو جندل. سلام سيف الحال يا ابو جندل، عمره في السلامات كباك في سالفه. قال ابو جندل سمى ابشر يلا. ابو جندل مشاكلي انا ولد عمي الفرزدق لا تدخل فيها، مالك لزوم فيها، الرجال هذا هجاني لنا 20 سنه، مالك لزوم. سمعتني الله يحييك، اقول لك لا ينفخ راسك المهبل، اطلع من السالفه ومالك لزوم في مشاكلنا. قال ابو جندل والله انك صاد مالي لزوم. قال ابو جندل يا جرير والله اني مقتنع لك ومالي لزوم. مير اسمع، تعال بكره الصبح هنا طال عمرك في السوق وانا بعتذر منك، مالك هم. يوم نبح الشوف طال عمرك وظهرت الشمس الرجال في السوق هناك، السوق هذا طال عمرك الناس يجون يقولون القصايد فيه وبيعه وشريه يعني مجمع للناس. يوم جاء ابو جندل بيعتذر، الولده جندل جاء على الفرس يسوقها سوق يسجها، لين جاء عند ابوه ويضرب بغله ابوه البغله تعدي. ابوه يعاين فيه، هي بنت علامك. قال علامي؟ لا يشوفونك الرجال مع الخايب هذا يعني جرير، وجرير عاين فيه يتوحى له. قال خايب لا تعتذر. قال جرير هي ولد جينك على عمرك يا ضعيف، انت عندك خبر ان قبيلتي جايبيني حاطيني في السوق بس عشان اسب الناس بس، يوكلوني ويشربوني واسب الناس بس. مير والله ومعهد الله
اني لهبل لكم هبل. فزعاتك للفرزدق تنفعك. ارواحك يا حسين. حسين الكاتب حقه ارواحك ويروح معي حسين. التفت جرير على حسين الكاتب قال حسين جيب الواحك وعبى السراج دهن، سراجك لا يطفي. ورانا ليل يا حسين ورانا ليل. نواهم بردا كحيلان. هو يقعد يدور الشر يطحم هنيه ويتشار هو ابليس حاله خلاص. وحسين ماسك القلم يحتريه وكل ما جو ينشدون حسين يقولون جرير علامه يقول اسكت عنه الليله بنشهد نهايه قبيله. خلوه عمرك بالقاف في راسه. قال حسين تعال. هو حسين يجي قال اكتب. وهو يرهط القصيده ويجيب اعظم بيت قيل في الهجاء. يقول القصيده هو ينطلق طال عمرك لين وصل البيت فغض الطرف انك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب. وحسين يحط القلم. يوم اصبح طال عمرك ويكملها جرير. يوم خلصت هو يلتفت لحسين قال حسين انهيتهم يا حسين. قال اشهد بالله. قال انهيتهم والله ما عدتكم لهم قايمه لين تقوم الساعه. اصبح الصبح طال عمرك الا الناس متجمعين في السوق يحترون. وجرير يجيك طاير الارض ولا سماء يمشي من غبن. الرجال جالسين يحترونه. السوق مليان من كل القبائل ومن كل الاجناس يحترون الملحمه هذه. ولا هذا ابو جندل جالس والفرزدق جالسين على يمينه يحترون جرير. هو يجيك ويجيب قصيدته المسكته اللي في مطلعها يقول اقل اللوم عادل والعتاب وقولي ان اصبت لقد اصاب. هو يسردها لين وصل فغض الطرف انك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب. يوم قالها والواد متكبر والواد مطرشع. يوم خلص القصيده يدافع البلا الواد من الطيف نعم ايامها وحاله ويقوم من عينه في ابو جندل رد يا خيبان رد يلا. وجندل يقوم من الشر يفرس عمره. قال أتاني أن جحش بني كليب تعرض نحو دجلة ثم هاب. قال أتاك البحر يضرب جانبيه أغر ترى لجريته حبابا. ثم قلبها في رأس اللمه بيم جرير ولا هي بحول قصيدة جرير وسكت يدافع البلمير ما كملها ما درج ولو متعين فيه. يا أبو جندل رد يا أبو جندل. قال يا رجل ماني بيمه والله ماني بيمه الرجال مهيله. جندل يلتفت على ربعه قال مشينا يا رجل مشينا ما لنا مقعد في الديرة هذه. قال وين نروح؟ قال نرجع لقبيلتنا في دمتي ان جبنا عارا عليها ما ادري سيف الله بيحلها. ياخذون بضاعتهم وعزبهم واغراضهم طال عمرك يحطونها على بعيرينهم. هم من اول جايين بيتكسبون بيشترون يكسبوا والله العلم اللي ما يجمل هم يرجعون لقبيلتهم. القبيله هذول المصايب اللي كل نهابهم من اول صاروا ملعابه ما يسوون التالي من الغنم كل ينطقطق عليهم رايح جاي. الا قبيلتي يوم قلبت على ابو جندل وولده قالوا جبتوا لنا عار ابقى احنا كيف نطلع نقابل الناس الحين كل ما هرجت لي احد رد علي فغض الطرف وانك من نمير. حتى كانت في حرمه تمشي في السوق وفي الشباب جالسين من قبيله نمير جالسين يطالعون فيها ومعهم واحد يقول يا ولد لا تطالعون فيها فكونا ترانا فينا مكفينا. التفت عليهم ملكعه. قالت والله اللي انتم اللي طعتوا قول الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولا طعتوا جرير يوم يقول فغض الطرف فانك من نمير. لا حول فيهم خويهم تدورونها انتم ها خلاص يا ناس احنا صرنا مسخره والله انتهت القبيله دمرهم والله من اللقافه يا ابو جندل والله من اللقافه. لا حول. انا المهم انتهت القصه يا اخوان وشاكر هذا ومع السلامه. قصتنا هذه عام 1827 28. انا ادري ان وجهي يعطي على اني كذاب بس لا والله صدق يعني 27 28 كذا. انا الداي حسين حاكم الجزائر يجري الاراضي على التجار يجرها ويخليهم يستخرجون منها المرجان يستخرجون اللي يبونه ويعطونه دراهم اخر السنه. الامور ماشيه لين يوم من الايام واحد من التجار ابطا ما اعطى الداي حسين دراهمه ما اعطى الدوله دراهمه ويروحون اللي يشتغلون عند الداي حسين ويعلمونه على الداي حسين. قالوا الداي حسين فلان خابره اللي انت متجره. قال فلان قالوا اليهودي اللي قال ايه خابره. قال يا ولد الرجال ما اعطاني دراهم. الداي حسين قال كم له ما اعطاكم الدراهم؟ قالوا يا الداي حسين والله ان السنتين في بطنه انه ما شاء. قال نادوا يستدعوه هذه قله حياه نادوه ويستدعونها الرجل هو يجي ويطالع فيها الداي حسين. قال خير انا ما وراي دوله هنا ما غير اطردك انت دور دراهمنا وين يا مسلم؟ طالع فيها اليهودي قال الداي حسين في ذمتي اني مملكها والله مملكها. قال الداي حسين يا ولد كيف فلوسنا؟ قال والله مملكها بغيت العلم ولا خله والله ما معي. طالع فيها الداي حسين قال يا ولد فلوسنا والله لا تجيبها والله الوظيفه من تبدك احنا ما ملعبتنا عندك. ولا اليهودي يوم صبها العلم والله. قال اليهودي طيب الداي حسين اسمع انا لي علاقه مع القنصل الفرنسي انا وش جاني انا ارتعت انا مو باليهودي. قال انا لي علاقه مع القنصل الفرنسي بكلم الرجال انسان اعطاني دراهم جيتك وانسان ما اعطاني حيل الله اقوى وش اسوي؟ ما يرني ابلح له وان شاء الله بيعطيني درهم مالك هم الداي حسين. الداي حسين بكيفك روح كلمه بيني بعلمك حاجه ترى الفرنسيين نفسهم انا اطلبهم 20 مليون فرنك ولا سددوني
وانت بتروح تكلمه كلمه بصرك، قال لي اليهودي ما عليك تبي تزين. واليهودي طال عمرك يروح يعلق بالقنصل الفرنسي، القنصل الفرنسي اسمه دوفال، هو يدخل عليه حي ميت سيف الحلا دوفال، دوفال اذيب في الجليب. قال دوفال يا ولد ابشر، وش علمك؟ علمك شنو؟ قال دين والله عند الداي حسين. تكفى يا دوفال تكفى. قال دوفال مالك هم يا رجال، رقد عنها رقد عنها، دينك كم؟ قال ديني يا دوفال مو بواجد والله انه 300,000 ولا حولها. قال يا رجال حط على ظهري يروح الله يستر عليك. قال يا دوفال اروح، قال راح يا رجال، قال دراهمك عند دوفال، راح علمه. الفرنسي هذا ترى طحطوح ما هو بسيط. والله يروح اليهودي يروح طال عمرك يدخل على الداي حسين، الداي حسين هذه هرجة الرجال ويقول دراهمك عندنا. قال الداي حسين اجل اتفاهم معه، روح انت. والله تمر الايام وتجي عزيمة في بيت الداي حسين طال عمره، كل المجلس مصطك من الرياجيل، وهذا دوفال جالس وهذا فرنسيين وهذا ناس واجد في المجلس. يوم تعشوا الرياجيل طال عمرك وعينوا خير، الا هذا الداي حسين واقف طال عمرك ومع مروحتين يهف بها تسدا، ودوفال واقفين معه ويسولفون. مجلس ساكت يتسمعون في كلامهم. قال الداي حسين يا دوفال ترانا نطلبكم دراهم، ارسل برقيات لفرنسا ولا يردون علينا، يا ولد ترانا ما نشحدكم، ما نبل حلالنا حنا. فرنسي متغطر سمير شاربنا الهوا، هو يعاين فيه. قال الداي حسين فرنسا مشغوله، تحسب ما ورا فرنسا الا انت، فرنسا من فاضيه الا الدايات اللي مثلك. قام قالها يدافع البلا والمجلس ينكتم، مير ما عاد تسمع حس. وهو يقرب الداي حسين قال وش قلت يا دوفال؟ ها؟ قال اقول فرنسا ما يمدي يخلص كلمته الا الداي حسين مع المروحه وهو يعبطه على شحمه الاذن منا الا المروحه قطعين ثلاث. هم اضربه بس هم عجاجهم يثور، والناس يدخلون يا ولد بس يا ولد، هم ما قال بس يا ولد يعني ما هي بخوشه حاره هي بس، عسكر دخلوا بين الفرنسي قدها يا حسين قدها انت قدها. قال قدها عنب وذا الشارب، والفرنسيين يردون لسلاحهم يوم عاينه ولا الجزائريين مصايب على الرياجيل قدامهم. يجي واحد من الفرنسيين ويهرج دوفال، قال لي دوفال اخذها بشحن بس ومشينا، تشوف المجلس مليان من الرياجيل الجزائريين، انت صفقت يا اخوي خلاص مو بلازم تصفق كلنا ترى، وحقك يا دوفال والله ما يضيع، والله ما ينسكت عنه مالك هم، وكذي والله تجي فيها ذبحه. مير انت تطلع الحين اطلع انت واللي معك وانا بروح اهرج الداي حسين وبالحقكم. راح الفرنسي للداي حسين قال الداي حسين يا ولد عود وراك، ترى باقي من كسره نروح عانه في الارض، لا تخلينا نشبها في راسك ما يطلعونها دايم. قال دوفال هو يعود، هو يلتفت الداي حسين لاخوياه قال يا ريجي انا جريت عليكم حرب. قال يا ولد احتزم، اوكي احتزم والله انا معك، يا ولدي غلط عليك في محلك في دمتي انك دندون. والفرنسي ياخذ اخوياه طال عمرك ويعلق بفرنسا وهو يروح يدخل عليهم. يوم دخل قالوا علامه، قال لا علامي تعينوا فيها وريهم صفقه المروحه. قال ولد هذه وشان هي؟ وشان هي؟ هذه مروحه الله يحييك، انقش خشبها لين وصلتك، حقي لا يضيع يا رجل. قالوا والله ما يضيع، احنا اصلا ندور الزله على الجزائر، يلا يلا يلا. والله بيحاربون فرنسا الجزائر واستبسلوا، الحرب جت فيها ذبحه، بس فرنسا كانت قوه عظمى واستحلت الجزائر عام 1830. مير جننوهم الجزائريين، جننوهم الجزائريين فيهم من الشجاعه شيء هايل. يا ولد الجيش الفرنسي كامل يجيك الجزائري ما معشي يحذف عمره على الموت ويموت ويجي واحد من بعده. عن فرنسا حاولت قعدت في الجزائر اكثر من 130 سنه ويتحاول، بس طيروهم الرجال انقفوهم غصب من عن الجزائر الحين صارت يعني دوله كويسه الحين يمكن. كانت هذه يا اخوان احد الاسباب الرئيسيه اللي خلت فرنسا تستحل الجزائر، ولا عندهم امور ثانيه هم اصلا يدورون عليهم الزله من زمان، ولقوا هذه وقالوا يلا حجوا حاجه. السلام عليكم، مساكم الله بخير. يا اخوان انا بوضح لكم حاجه بسيطه يعني، ترى انا تخصصي مو بتاريخ، انا درست هندسه، يعني التاريخ ماخذي هوايه، يعني اقرا حاجه بسيطه يعني. حتى القصص اللي يجي يقولها لك اكون يعني قاريها قريب يعني، واعرف احداثها واعرف تفاصيلها يعني. تسالني عنها بعد شهرين يعني اعطيك قصه تشبهها يعني. على وعدنا ان شاء الله اليوم في قصه، بس اشبك الشاحن انا بحس مرات بعض التفاصيل المفروض اني معلمكم عنها، بس ما ادري ليش. الله يحييكم رجال اسمها المحلق الكلابي، فقرانة عالمي يا ولد، لا فلوس ولا اشجاه ولا حاتم كسيفة، حاتم دمار، وعنده بنات وامه معه في البيت، ولا عندها الا ناقة وحده ورثها من ابوه، ثم عاقبها يحلبها في اليوم 18 مرة وذا، ويجاهد الدنيا هذه يعني، ولا عندها الا بردتين، البردة دي اللي يلبسونها، بردة يا اخوان جبة، اتوقع البردة صارت بردة اللي وماشية اموره يدف الحياة تمشي، بس انه في فقر وفي حاله. الناقة هذه الماء يحمل عليها ويروح ويجي وتجيه دينار دينارين يترزق الله. والله ويجي يوم من الايام طال عمرك الأعشى نازلين عندهم في الديره، شاد نازلين عندهم قريب. الأعشى هذا من اعظم شعراء الجاهليه، شاعر على العلم. يوم سنعوا على الاعراب الأعشى نازلين عندهم قريب، هم ينكبون عليه بالهدايا، اللي يجيب ذبايح واللي يجيب سمن واللي يجيب زبد، كل يجيب، وكل واحد منهم يبي الأعشى يمدحه بقصيده. الأعشى اذا مدح واحد منهم خلاص والله ما عاد يرى الاوادم ذيك اللي بها شيء، يطيش الأعشى مادحني.
خوينا هذا المحلق الكلابي الناره ميته، والله لا عندي شيء اني اعطيها لا عشاء ولا. يا رجال ما هو في حال عشاء ولا هو في حال، يلا يلا يوكل عمره. تدخل على همه قالت يا ولد انت اعطيت العشاء شيء؟ قال من وين؟ الله يطول في عمرك ما عندي شيء والله. قلت قم تحرك اعطي الشيء، انا ما رزقني بعيال صاحيين. قم خذ الناقه، خذ الناقه طال عمرك، ثم خذ لك جربه ثم لها خمر من اطيب انواعه، ثم راح اعطها العشاء، عطها ربنا الرجال يفلها ثم يرقعك بقصيده. يمه ناقتنا اللي نحلبها ونروح ونجي عليها اعطيها العشاء. قالت قم بكذا لو قال في قصيده دفن فقرك قم بس. وامها تشب عليه دفع البلا. قال يا يما اخاف اقوم اروح اذبح الناقه طال عمرك ثم اعطيها العشاء ويفلي فيها ثم لا يكتب فينا قصيده ولا شيء، اخذناها في الحانه. عزي عنك والله اليوم اني حط يدي في سنامها ثم لا بطنه من اللحم ثم الحقها كاسين من اللي انت خاضر، والله اللي يكتب في قصيدتين كل يهرج بها. وهو يتحمس حيران، هو ياخذ السكين هو يطلع للناقه، يوم وصلها وهو يتحسف، هو يعود لامه قال يمه طيب ما في حل ثاني، قال تركح للناقه اذبحها. هو يعود مرة ثانية للناقه، يوم وصلها وهو يرجع لامه قال يمه طيب خلينا نعطيه السمن يا اخي بدل الخسائر اللي هم وتروا الناقه هي ما تدري بتموت ولا لا لعبوا فيها. امه تعاين فيه قالت ولد خليك في الضعاف اللي انت فيها لين تطير الطيور برزاقها، هذه فرص ما تنتعوض. هو يطلع قال خلاص بذبح الناقه. ما اخذ شويه لو جاي معود. قالت ام ها ذبحت الناقه؟ قال لا والله ما ذبحتها. وامه تقوم تلفت قال يمه اصبري اصلي يقولون لا عشاء شد رايحه لا عشاء. قلت ام هو اطيب انشئ يا ليلى. قال ها يمه وش عندك؟ قال نلحقه ارسل الصبي يلحق بهذه كلها. لا العشب يستانس، العشب يقول عنهم لاحقين وانا في طرقه مسافر ومرسلين علي اللحم ومرسلين علي الهدايا، والله اللي يكتب فينا شيء هايل. الكلابي اجل تم، هو يروح طال عمرك الكلابي الى السوق بيدور للصبي يرسل معه الاغراض وبيشتري الخمر عشان يرسله وراء العشاء. يوم وصل الكلابي السوق يروح عند راعي الخمر قال عطنا تجربه هم لها خمر من اطيب انواعه. اوه الكلابي تبغى خمر يا ولد اظن حتى ما عندكم كيسان في البيت تستهبل انت. قال الكلابي يقول عطني بس عطني اترك عني الهروج من الجربه. دقيقة بخصوص موضوع الخمر ترى هم في الجاهلية يا اخوان، لا تقولون هذا ما صدق خلص رمضان خربها، لا هم في الجاهلية عادي يعني. هو ياخذ الكلاب زربه وياخذ ناقته طال عمرك ومعه البردتين بعد ويعطيها الصبي، قال اسمع الحق العشاء لين تعطيه هذه كلها كله، هذه من المحلق الكلابي. حاول تعيد اسمي مرتين ثلاثة لين يذكره يا ولد، ترى رزقي على الله ثم هذه تكفى لا تنسى اسمي المحلق الكلابي يعني. والله والصبي يتلها وراء العشاء، وكل ما وصل له منزل سأل قال العشاء وينه؟ قال له العشاء توه مشى انا راح قدام. ثم الحقها الصبي والله ما يجنب، وصل المنزل اللي بعده ثم سأل قال العشاء وينه؟ قال انا توه مشى بعد راح. ثم الحقه الخبل الموصى والله اللي يلحقه لو يطلع برا الخريطه وراه، ويلحقها الصبي لين وصل العشاء بيتهم في الامامه، ما دروا الا الصبي يطق عليهم الباب. قال هذا من هو؟ الرجل زدت تعشى وتو متعشين وهذا من هو اللي عند الباب؟ قال العشاء كان معشي لاخوياه اللي عنده عشاء بدون لحم ولا عندهم خمر منقطعين ما يدري. وقال واحد من عنده يا ولد شوف من يطق الباب هاجدنا اخر الليل شوف من هو. يقوم واحد من الرجال يفتح الباب قال يا العشاء هذا صبي المحلق الكلابي مرسل لك هدايا ومرسل لك خمر ومرسل لك. اقول هي ادخل يا عشان المحلق الكلابي يا ولد ذاك عربي ما هو بحال هدايا لا. واليوم اني ادري والله اليوم اني اخذت الهدايا اني بقول فيه قصيده. يا لا عشان مو بلازم تقول فيه قصيده اخذ الهدايا. قال انا خابر والله اليوم اني دقيت ايدي فلحهم طال عمرك ثم لحقتها شرابهم اني بكتب فيه قصيده غصبا عني. قالوا يا العشاء خل الرجال يدخل انت راك ما عشيتنا لحم. قال تبى انا قالوا لي يدخل هو يدخل طال عمرك ويعطيها الهدايا قال ابشر بالخير ابشر بالخير يقول له الصبي روح. والرجال طال عمرك يشبون النار هم يجيبون اللحمان ويضبطونها وعقب ما تعشوا هم يجيبون العياذ بالله هم يرقعونه وهو يتزين الجلسه استغفر الله. ولا عشائيرتك شوي طال عمرك يتلفت قال ها خير قال اللي والله جت القصيده. هو يجيب قصيدة مشهوره لا الحين تنقلونها. كتب في قصيدة رفعته رفع هايل يقول يا عمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق تشب لمقرونين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق الندى هذا أقصى مراحل الكرم. ويوديها عدلين يقول ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندوان رونق. يعني تطيش ما هو بصحيح. تسعر القصيدة تسعر بين الناس طال عمرك لين كل سمع بها أو كل يهرج بها قصيدة العشاء في المحلق الكلابي. يفتح الله على المحلق الكلابي ويزوج بناته كلهن ولا يزوج الوحدة إلا بمهر 100 ناقة. ثم طاش يسلمون عليه ما يرد السلام طايش. هذه يا أخوان قصة المحلق الكلابي والعشاء يعني. أنا والله كان ودي أقول إني قلتها باختصار بس عندي إحساس إني عالجتها والله طالت ما يعذرون على القصور ونشوفكم على خير.